كان لافت نظره ان هي ما بتبقى ماشية معاه ما بتكلمش اي حد، لو عايزة اي حاجة كانت بتطلبها منه هو وهو يطلبها لها، كأنها ما بتتعاملش مع حد غيره. الموضوع ده كان مفرحه، كان حاسس ان هي بتعتمد عليه في كل حاجة. ابتدى ان هو يحكي لها اكتر عن ندى وقد ايه هو حاسس بالذنب تجاهها، وان هي كانت دايما بتنصحه ان هو يبعد عن اصحابه اللي كانوا السبب في موتها، وهي كانت بتهديه. كانت دايما تقوله ما تزعلش، ما تشيلش نفسك اكتر من طاقتها، انت ما كنتش تعرف ايه اللي هيحصل لها. وهو كان محتاج جدا ان هو يسمع الكلام ده عشان يهدي ضميره اللي دايما بيأنبه. بعد ما رجعوا القاهرة، عليا اختفت اسبوع، اسبوع كامل ما بتتصلش بيه، وهو كان في أسوأ حالاته خلال الاسبوع ده. والده ابتدى يلاحظ ان هو رجع تاني للاكتئاب، كان بيحاول يتكلم معاه كتير لحد ما حكاله عن عليا، وقال له قد ايه هي بتهون عنه وبتنسيه الذنب اللي هو ارتكبه في حق ندى. بس باباه كان معترض على طريقتها، ازاي رافضة تديله رقمها كل ده، وازاي بتكلمه على مزاجها وتختفي وقت ما تحب. نصحه انه يركز في شغله ويسيبه منها، بس احمد مبقاش قادر يعيش من غيرها خلاص، ادمن وجودها. بعد اسبوع كمان عليا ظهرت تاني وطلبت منه اغرب حاجة. أحمد، أنا عايزة أروح معاك المقبرة بتاعت ندى.